هو انا مريم. طبعا عرفنا الفيديو اللي فات ان انا عندي 27 سنة وجالي بقالي كده سنة ونص كده عندي ذئبة وبغسل كلى. لقيت تفاعل في الفيديو، قلت نجرب ونشوف بقى. لقيت تفاعل والناس دخلت كلمتني وبتاع، قلت نشوف الدنيا ايه ونحكي. بس انا مش هحكي على الذئبة، انا هحكي على الفشل الكلوي ومعاناة الغسيل الكلى، والدنيا ايه في الكلى والناس بتشوف ايه وايه الاعراض اللي حصلت لي علشان جالي فشل كلوي. انا في البداية خالص كنت بتعب، عندي صداع رهيب جدا، مش قادرة اتحرك، نفسي كان ضيق عليا جدا جدا جدا. عيني كانت تحت عيني بتبقى ورمة، عينيا منفوخة، اصحى من النوم الاقي عيني منفوخة. قلت من كتر النوم عادي، نايمة كتير، مش قادرة اتحرك. صوابع ايدي كانت ورمة حاجة بسيطة عادي، اللي هو نمت عليها حاجة زي كده. كل دي كانت اعراض خفيفة كانت عمالة تظهر 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 تظهر، وانا اللي هو ايه عادي عادي عادي. ارهاق، تعب، كان برضو على طول مرهقة تعبانة مش قادرة اتحرك. بعدين لقيت بقى مرة واحدة كده في نص اليوم، يعني مثلا الحوار ورم ايد، عين، كده وش منفخ كده، قعد معايا مثلا 15 يوم. وانا بقول ايه من كتر النوم، لان ساعتها كان الوقت ده كنت بنام كتير جدا. بس بعدين رحت بقى لقيت مرة واحدة من اول عيني لحد صباع رجلي انا اتنفخت، كأنك جبت منفاخ ونفختوني. بس البول يعني البول كان بيقل وكان بيرجع، كان بيقل وكان بيرجع، لونه كان متغير شوية. فدي كانت البداية، وانا ما كانش عندي وعي بالحاجات دي، فانا كان بالنسبة لي عادي، اللي هو ده مفيش حاجة يعني، دي عادية. هو الفشل مش بيجي مرة واحدة، هو بيبدأ بأعراض خفيفة في خفيفة، وفي بيجيله مرة واحدة، هي بتبقى بتختلف من الحالة للتانية. احنا لازم 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 اي حد يعمل متابعة لوظائف الكلى، ويعمل متابعة من كل حاجة، ويخلي باله لو حتى حسيتي او حسيت بإرهاق بسيط جدا لازم تكشف ولازم تروح. ولو لقيت تغيير في اي حاجة في جسمك، في البول، في اي حاجة، لازم تروح نتابع ونكشف، لان ما يحصلش. لان انا بسبب استهتار حاجة بسيطة قد كده اتحولت معايا لحاجة قد كده، وبقت معايا طول عمري. وخلاص يعني ما فيش امل اللي غير حاجتين، هفضل اغسل طول عمري لحد ما ربنا يفتكرني، لإلا ازرع. وطبعا كلنا عارفين حوار الزرع كتكلفة عالية جدا جدا جدا، فخليك واعي واعمل تحاليل الكلى على طول، حتى لو مفيش، عشان الكلى ما بتديش انذار خالص خالص خالص.